قرية عكو، وهي قرية كردية تتبع إداريا لمحافظة اللاذقية ناحية كنسبة. عدد سكانها يتراوح ما بين 7 إلى 9,000 نسمة، كلهم كرد، لكنهم فقدوا لغتهم الكردية منذ نهاية العهد العثماني. حينها تمت محاربة ومنع اللغة الكردية في هذه المنطقة، لتأتي الحكومات السورية المتعاقبة وتتبع نفس السياسة السابقة، فيفقد أهلنا في جبل الأكراد لغتهم الكردية. يعمل الأهالي بالزراعة وتربية المواشي. وصلتني هذه المعلومات من أحد أبناء المنطقة وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محام من منطقة درباسية. أتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتعلم أهلنا في جبل الأكراد لغتهم الكردية، أن يتعلموها ويعلموها لأولادهم، وأن يسموا أولادهم بأسام كردية، فلغتنا الكردية كبقية اللغات هدية من الله وعلينا أن نتعلمها. دمتم أهلنا في قرية عكو.